فين الحكمة إن ربك يديك الحياة ثم بعد كده بتودد يطلب منك إنك تبيعها له؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله جل في علاه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله جل في علاه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فهل تحب تقبل التجارة الرابحة دي والمقابل الرابح ده، ولا تحب تعترض وتستكبر ثم في الآخر مفيش فايدة وفي المأوى المعروف؟ دي نقطة. النقطة التانية: بعد ما تقبل التجارة الرابحة دي هل تأملت يوم من الأيام في حالك؟ يعني هل أحوالنا هي أحوال الأشخاص اللي باعوا وقبلوا التجارة الرابحة دي ولا لأ؟